تمام. قال له ان ده التقرير بتاع عمر وده التقرير بتاع محمد ابراهيم، وراح وقال لك لازم يحضروا. خد بالك اللعيبه ما المفروض كانوا تبع دوري الناشئين، المفروض يبقوا هم موجودين متواجدين مع فرقتهم في الناشئين. فاحنا قلنا لهم استاذنا من المدرب الناشئين، قلنا لهم لا خدوا احمد توفيق لان اللعيبه دي مجهده ومصابين. تمام. ركز معايا يا استاذ محمد. مركز. فانت رحت واخدهم يا منتخب يا اولمبي، خدتهم مش في توقيته. فممكن اقول لك اللعيبه دي مع فرقتهم بيلعبوا. تمام. قالوا لك لا لازم يجوا نكشف عليهم ولازم نشوفهم بعينينا. هو السؤال يا كابتن ابراهيم حاله، هقول لك الحته الاخيره راح بيهم الدكتور مصطفى المنيري بالتقرير، شاف الجرح بتاع رجليه، والراجل الثاني اجهاد في العضله الضم. المعسكر كله 3 ايام، كان 3 يومين او يومين وفاز الماتش. تمام. فقال لهم لا اقلعوا بالظبط كده. في 2 لعيبه، واحد من النادي الاهلي شهاب تقريبا، وواحد من المحله، فعنده واحد برضه نفس الشيء عضله دول مشيوا. التقرير قال لهم روحوا. انت النيه عشان مش صافيه ومش سليمه. طب ليه النيه مش سليمه بقى؟ وده السؤال. قول له خش اقلع. قال له خش اقلع واجري حافي. واقسم بالله ان محمد ابراهيم جاله ويقدر الغشاء بتاع بطن الرجل من تحت جاله زي تمزق. اسال جوده عندك، لان الراجل لعب كوره لما يجري حافي على نجيله بيحصل له في بطن رجليه. ما اتمرنش معانا بعد ما جينا. طب ايه سبب سوء النيه اللي انت بتقول عليها دي كابتن ابراهيم؟ فاكرين ان احنا مش بنعند، مش عايزين نودي لعيبه للاسف. ما انت عندك احمد ماهر وعندك الاخ الثاني حسام عرفات. لو احنا مش عايزين نودي حد ما هو مش هنودي الكل. فالكلام ده غير صحيح. المهم جه عمر جابر فقال له انزل لف الملعب. طب انا يا استاذ محمد خليك معانا يا جوده، انا اعمل ليه كده؟ الكلام ده لو عندي معسكر وماتش قدامي مهم جدا، او معسكر مجمع لان هلعب بطوله او هلعب ماتش رسمي فاضل عليه اسبوع 10 ايام، هبتدي اعالج اللعيب ده عندي في المنتخب. انما ده ماتش 48 ساعه وانت مشيت امثالهم وقلت لهم لا خلاص بالتقرير. انت جيت عندي وانا وقفت قلت لها انت اقلع لف الملعب وانت حافي. انت بتعتبر ده عناد وسوء نيه يا كابتن؟ عناد طبعا، عناد طبعا. وبعدين وانت قدمت عشان كده شكوى رسمي فعلا لاتحاد الكوره؟ قدمت شكوى رسمي. ولما كان حصل على الكابتن مدحت شلبي وهو قال لك هنقعد معاهم واشرب شاي ونحل الموضوع، لقيت تصريحات بعد الماتش. انا الموضوع اتلغى وانا اللعيبه دي ما هو اتقال انت اصريت على الغاء الموعد. كان كابتن هاني رمزي افترض جاي نادي الزمالك يقعد معاك. انا ده مش انا، ده هو ده هاني رمزي طلع صرح في الجرايد وفي كل حته والمواقع وقال لك اتلغى الموضوع ده ومش هروح في حته، مش هروح لحد، واللعيبه دول مش في حساباتي تماما ونهائي. الله، ما انت كده اللعيبه مش في حساباتك، لان اللعيبه دول مع الكابتن مصطفى يونس لان عندهم في نفس الماتشات الرسميه عندك بطوله افريقيا في شهر مارس. فاحنا يبقى بص برضه الناس لما تيجي تفكر لازم تعرف انت اخترت اللعيبه دي في يوم عندهم ماتشات مع الناشئين. تمام. نعم. واخترت اللعيبه دي وهم تابعين للمنتخب الشباب، ويا ريت الكابتن مصطفى يونس يطلع يتكلم على الاثنين اللعيبه دول لان هو عارفهم كويس وبيحبهم ازاي وعارف ان هم مؤدبين جدا. فالتقرير يا استاذ محمد كان واضح وصريح، المفروض تمشيهم. انت عايز تقول بقى في النهايه يا كابتن ابراهيم ان اللي بيستند اليه النادي المصري في هذا الموضوع غير صحيح؟ غير صحيح، لان انت اولا الاثنين لعيبه اللي انت بالنسبه للعيبه الشباب ودت المنتخب الاولمبي وديناهم بتقرير ونفس الشيء لشيكابالا تقرير طبي. نعم. تقرير طب ونفس الشيء لشيكابالا. التقرير ان انت محتاجين 10 ايام، محتاجين اسبوع، محتاجين يومين. التقرير ان هم مصابين. قالوا لهم بعد ما عذبهم وبعد ما يعني اداهم كورس قال لهم انتوا واخدين، لو انتوا واخدين في النادي بتاعكم بتتعاملوا بالضرب والقله ادب والشتيمه ومش واخدين على المعامله حد بيعاملكم باحترام، طبعا كلمه كبيره جدا. بيغلط في كيان نادي الزمالك ومجموعه المدربين الموجودين. نعم. تمام. وعشان كده قدمنا شكوى من اول لحظه، كتبنا الشكوى، كنا مستنيين بعد ماتش المصري ما يخلص. فاحنا كنا الكابتن مدحت شلبي اتدخل وقال، وهو نفسه هاني قال انا هروح في النادي واحنا اخوات وطبعا اخ اصغر لينا فكان هيجي. فبعد ما محمد ابراهيم جاب جون وعمر لعب وكده قال لك لا الفكره دي انتهت وانا اللعيبه دي مش عايزها. طب بس انت زعلان من اللعيبه بس كويسه. محمد ابراهيم لعب قد ايه يا كابتن؟ يا استاذ محمد ابراهيم نزل امتى؟ تقريبا من ثلث ساعه ولا ثلث ساعه. تمام. لان رجليه ما تسمحش، معمول له 100 مخده. الاخ عمر جابر ما كملش الماتش، طلع مصاب بالعضله الضمه. نعم. احنا كنا بنلعب الماتش ده
محمد ابراهيم مصاب، وعمر جابر مصاب، بابراهيم صلاح مع المنتخب طالع عنده شد وملصمينه، وشيكابالا ظهره بايظ. يا جماعه احنا كابتن ابراهيم، وكل واحد يركز في النادي بتاعه رسالة نفسه، ولازم يعرفوا ان نادي الزمالك مش هفيل حد ومش هيسقط طول ما انا وحسام ابراهيم انا وحسام موجودين في نادي الزمالك او في اي مكان شغالين فيه، وخصوصا نادي الزمالك مش هنسقط عن حقنا. كابتن ابراهيم حسن مدير الكره بنادي الزمالك، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. المواضيع عماله تكبر كل شويه جوده، ما اعرفش الموضوع في مصر بقت المسائل صعبه قوي. معلش المكالمه طالت مننا. لا ما فيش مشكله طبعا. كابتن ابراهيم نجم كبير، وكويس ان هو بيوضح يعني يعني الكلام اللي قاله طبعا كابتن ابراهيم يعني كلام كبير جدا، انا مستغرب منه يعني في موضوع المكالمه ده. انما اكيد نادي الزمالك يعني نادي كبير، مش من مصلحه حد ابدا ان هو يوقف نادي الزمالك يعني. كل ده لمصلحه الكره المصريه ولمصلحه الدوري يعني. طبعا. طب كابتن جوده والكابتن ابراهيم حسن قال في وسط الكلام كده وبيتكلم معاك، قال احنا كنا عايزينك في وقت من الاوقات وانت يعني يا كابتن جوده. قول لي بقى كان امتى كلمك ابراهيم حسن؟ لا بس هو كابتن ابراهيم ما يقصدش الزمالك كان وقتها في النادي المصري. في النادي المصري كان وانا في حرس الحدود. طبعا يعني يمكن يعني انا علاقتي الحمد لله بكابتن حسام وكابتن ابراهيم كويسه جدا.